فاكرين أحمد الشاب اللي كان الخوف من الناس سجنه جوه نفسه؟ أحمد قرر إن هو مش هيفضل يتفرج على حياته وهي بتضيع. الخطوة اللي أخدها ما كانتش معجزة ولا صحي الصبح لقى نفسه شجاع، لكنها كانت قرار. في الفيديو ده هنشوف أحمد عمل إيه علشان يكسر القيد ده، وإزاي حول رعشة إيده إلى ثبات وسكون. أحمد فهم إن المواجهة المباشرة مع أكبر مخاوفه هتحرقه، حرب استنزاف لا نهاية لها. فعلشان كده قرر يقسمها لخطوات بسيطة. الخطوة الأولى التدريب الذهني أو تفكيك الفكرة. أول حاجة عملها أحمد إنه جاب ورقة وقلم وكتب: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو حد رفضني؟ اكتشف إن الإجابة ولا حاجة، العالم مش هيقف. وبدأ يفهم إن الرفض ده هو مجرد رأي شخص، مش حكم بالإعدام. الخطوة الثانية قاعدة ال5 ثواني. بقى لما يجي يتكلم أو ياخد أي خطوة ما بيديش للقلق أو الخوف فرصة إنه يسيطر عليه، بقى يعد 1 2 3 4 5 وياخد الخطوة فورا ويتكلم. الخطوة الثالثة التعرض التدريجي. أحمد ما بدأش بإلقاء خطبة، أحمد بدأ بحاجات بسيطة زي إنه يطلب قهوة بصوت واضح، إن هو يتكلم مع أي بياع في محل، يبص في عيون الناس وهو ماشي في الشارع ويديهم ابتسامة خفيفة. الخطوة الرابعة والأخيرة وهي الاستثمار في النفس. أحمد بدأ يستثمر في نفسه، بدأ يقرأ عن الذكاء الاجتماعي. أحمد اتعلم إن الثقة مش إنك تكون أحسن واحد، الثقة هي إنك تكون مرتاح وإنت بتتكلم. بعد شهور من تطبيق الخطوات البسيطة دي أحمد ما بقاش شخص تاني، هو ستيل نفس الشخص، بس اكتشف النسخة الحقيقية من نفسه. في الشغل رفع إيده لأول مرة وعرض فكرته. في القعدة مع أصحابه ما بقاش هو المستمع الصامت، ده بقى هو اللي يفتح المواضيع. الأعراض الجسدية اختفت وداعا لوجع المعدة، ده لأن عقله بدأ يقتنع ويفهم إن الكلام مع الناس وطرح الأفكار مش خطر أصلا. وعلى فكرة أحمد لسه بيخاف أحيانا، بس الفكرة إن هو ما بقاش يخلي الخوف هو اللي يسوق المركب. والسر اللي أحمد اكتشفه هي إن الشجاعة لا تعني غياب الخوف، ولكنها تعني أن تتحرك وأنت خائف. الناس مش مشغولة بيك زي ما أنت فاكر، بس الحقيقة إن كل واحد شايل خوف أنت ما تعرفش عنه حاجة. وسؤالي دلوقتي ليك أنت، لو الخوف اختفى من حياتك النهاردة، إيه أول حاجة هتعملها؟ جاوبني في التعليقات وخلي دي أول خطوة لبداية قصتك.